مش هتشتريه تاني من بره، عشان لو جربتيه بطريقتي هتنافسي بيه اكبر المطاعم واشهر المحلات. تعالي بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. بصلايه وفلفل رومي احمر او اخضر المتوفر عندك افرميه في الكبه، وعندنا فراخ كده غسلناها كويس ومصفيينها، وبعد كده قطعناها ونزلنا بخلطه البرجر الرهيبه وفرمناهم في الكبه. مكبسك بقى وكيس تلاجة وانزلي بالخليط البرجر واكبسيه كده حلو قوي. وبعد كده خلصي كل الكمية بالشكل ده، دخليه الفريزر لمدة نص ساعة. تعالي بقى نحضر الصوص، عبارة عن معلقة كاتشب، معلقة من المايونيز، معلقة من المستردة. أحلى صوص برجر هتعمليه في حياتك يجنن. بعد كده هنجيب بقى بصلاية هنقطعها شرايح رفيعة، وبعد كده هنفصص بقى الشرايح معلقة زبدة، وانزلي بقى وكرملي البصل بتاعنا ده، هيودي البرجر بتاعنا في حتة تانية. ملح وفلفل أسمر، وابدأي حمصي العيش بتاعك. وبعد كده هنجيب البرجر في طاسة سخنة، معلقة زبدة، وانزلي بالبرجر على نار متوسطة ياخد اللون الجولد ده من على الناحيتين. وتعالي نحضر الساندوتش. هنجيب بقى العيش ونحط الصوص وبعدين الكابوتشي وحلقات الطماطم، وبعد كده نحط البرجر، وبعد كده نحط حلقات البصل المكرمل ونصوص والعيش. احلى برجر هتاكليه في حياتك يجنن. شايفة الجمال؟ احلى ساندوتش برجر هتعمليه في حياتك، نظافة وجمال وطعم خطير. ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. اشوفكم في وصفات جاية كتير مع هبة ابراهيم. باي باي.